السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الاخوات؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. اليوم جبت لكم فيديو على المكملات الغذائية اللي مؤخرا استعملت وعطاتني نتيجة غزالة. فلهذا بغيت نشارك معكم باش تستافدوا نتوما وتعمل الفائده ان شاء الله. الوغ البنات، مادام الموسم ديال الحج ان شاء الله يا ربي يكتبها لينا وليكم قرب، بغيت نعطيكم نصائح بالنسبه للناس اللي غادي للحج، او اللي عنده شي واحد في العائله ديالته غادي للحج، او علاش لا حتى الناس في الايامات العاديه. الانسان كيكون عنده تتكون عندك الطاقه شويه نازله، كيكون شويه العيا شويه لا فاتيك. هاد المكملات البنات غزالين طبيعيين، كنأكد انهم طبيعيين، مكملات طبيعيين اللي غيعاونوكم ويعاونوا الناس اللي ان شاء الله مقبلين على الحج باش يدوزوا المراسم ديالهم على خير، تكون عندهم طاقه. حيت كيكون شويه لا فاتيك، تيكون العيا، تيكون الصهير، كيكون انسان يعني. المهم راكم عارفين الموسم ديال الحج، الحجاج مساكن كيدوزوا الحمد لله، يعني كيدوزوا واحد الرحله روحيه ما شاء الله. ولكن حتى التعب النفسي كيكون كتير، التعب الجسدي اسمحوا لي كيكون كتير. الوغ هاد المكونات هادو غادي يساعدوهم، غيفيدوهم باش يدوزوا النهار ديالهم على خير ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الفوائد ديال كل مكون وكيفاش يعني نستعملوهم. نبداو باول مكون، هو سبيرولينا. انا هذه عندي ديال 500 ملغ وفيها 100 حبه البنات، هذه فيها 100 حبه، بقى فيها غير شويه يعني قربت نساليها. لا سبيرولينا معروفه البنات، كاينه اما هكا كومبريمي او غبره، انا كنفضلها هكا، كتكون حتى زوينه هكا بالنسبه للناس مثلا اللي غادي يسافروا وغيمشيو للحج وهذا، كيديوها مع يعني كاع هاد المكونات. من الاحسن كاينين حتى غبره، ولكن من الاحسن يتخادوا هكا حبوب باش كيسهل علينا يعني نديوهم معنا تنحافظوا على الجوده ديالهم. بالنسبه للسبيرولين او الطحالب البحريه بالبروتين والحديد والمعادن، كتعطينا طاقه طبيعيه وكتسد الشهيه. بالنسبه يعني الناس، حتى الناس اللي كيديروا ريجيم ممكن تاخذوها، يعني ما كتحسوش بالجوع، وكتعاون الجسم يتغلب على التعب، يعني على العيا. هذه مزيانه البنات، غزاله. كنظن يعني الاغلبيه ديال الناس كيعرفوا لا سبيرولينا، ولكن خذوها طبيعيه، حاولوا انكم تاخذوها طبيعيه. ومن هاد لا مارك، هاد ماشي بالضروره هاد لا مارك، مهم تكون اورغانيك يعني طبيعيه. السته البنات منين كناخذ هاد المكملات راه كنت ديجا بارطاجيتو معاكم. بنات ديال المغرب وديال الجزائر اللي كيكتبوا ليا في التعاليق، راه هاد السيت هذا اي هيرب راه كيرسل حتى للمغرب البنات. انا البنات ماشي كندير لهم اشهار، ولا انا بحالي بحالكم يعني كنشريهم حتى انا كنستافد منهم. ما كنبيعش البنات، راني ما كنبيعش. البنات اللي كيقول لي واش كتبيعي، انا ما كنبيعش هاد المكملات. كنستعمل يعني كنستعملهم بحالي بحالكم. غير مني الحاجه اللي يعني كتعطيني نتيجه كنبغي نبارطاجيها هكا مع الاخوات باش تعمل فائده. قلنا هاد لاسبيرولين البنات مزيانه الناس اللي مثلا غادي يسافروا بحال دابا الناس الحجاج. كيف ما قلت لكم انا في المقدمه ديال الفيديو، الناس اللي غادا تسافر، يعني من الناس اللي غادي للحج كتكون الماكله شويه قليله. المهم هذا كيعطيكم طاقه، يعني واخا ما كتاكلوش بزاف غادي يعطيكم الطاقه. وهذه مزيانه البنات للناس اللي عندهم انيميا، يعني عندهم نقص في الحديد. كتعاون البنات باش ما تحسوش بداك العيا. احنا عارفين البنات اللي نقصوا من الحديد والناس اللي عندهم انيميا كيحسوا بواحد العيا، واحد الخمول في الذات. هذه تفيدكم البنات، تفيد حتى الناس اللي عندهم نقص في الحديد. بالنسبه لثاني مكون عندنا، او ثاني مكمل، سمحوا لي، مكمل طبيعي، عندنا عرف الاسد.
عرف الاسد لايونسمان. هذا ديال 500 ملغ فيه 60 كبسوله حتى هو البنات، راه ما بقى فيه والو. هذا مزيان للتركيز البنات، هذا التركيز خطير. التركيز راه كيعطي تركيز بالنسبه للناس اللي غادي للحج، ويعني كيتعلموا مثلا كيتعلموا المناسك ديال الحج. هذا غادي يساعدهم باش يبقوا عاقلين على المناسك ديالهم. البنات والولاد اللي كيقراو مزيان التركيز. الناس اللي عندهم امتحانات على الابواب ان شاء الله، هذا مزيان التركيز ليهم، وراه طبيعي يعني ما تخافوش منه، هذا طبيعي يا البنات. عرف الاسد البنات، حاولوا انكم واخا انا يعني كنبارطاجي معكم، حاولوا حتى نتوما تقراو وتقلبوا، يعني قلبوا حتى نتوما، يعني تكون فيكم هذه الميزه هذه قبل ما تشريوا الحاجه. واخا تشوفوا مثلا هكا دي فيديو هذا، قراو حتى نتوما وقلبوا عليهم، هذا بنات للتركيز. وعندي الفطر الريشي. الفطر الريشي هذا البنات بالنسبه للهدوء الاعصاب. هذا كيقوي المناعه البنات، وكيهدن كيريح حتى الاعصاب. هذا ديال 600 ملغ، حتى هو فيه 60 حبه، بقات فيه وحده. حتى هو البنات يعني بلا ما نبقى نقول لكم راه كلشي طبيعي، هادشي يعني كتاخذوا شي حاجه طبيعيه ما تخافوش منهم. وثالث مكون عندي اسيرولا او اتشيرولا باللغه الايطاليه، او الكرز البنات. هذه فيتامين سي طبيعيه حتى هي البنات، ديال 500 ملغ. هانتوما 500 ملغ، هذه فيتامين سي طبيعيه، يعني في عوض ما تاخذوا فيتامين سي كيميائيه، خذوا هذه البنات اسيرولا. هذه تلقاوها حتى في لي فارماسيان، تلقاوها هي طبيعيه، مكونه من الكرز، واحد النوع ديال يعني واحد الفاكهه. هذه مثلا نعطيكم مثل، الا كنا غناخذوا مثلا ليمونه او برتقاله وحده، يعني داك الدوزاج اللي غتعطينا ديك الليمونه هذه غتعطينا 10 ديال المرات، يعني مضروبه في 10 ديال المرات. فيتامين سي واعره البنات هذه، وبلا ما نقول لكم فيتامين سي كينشط الذات، تيعطي واحد الطاقه ما تخليناش يعني نحسوا بالعيا. غزال عاونوا به حتى هو. الوغ دابا البنات نهضر لكم على كيفاش ممكن تاخذوهم في طلال النهار ديالكم، يعني في النهار ديالكم كيفاش ممكن انكم تركبوهم، يعني شكون اللي تاخذوا قبل شكون اللي تاخذوا من بعد. الوغ بالنسبه للاسبيرولين البنات، من الاحسن تخاد على الريق، يعني ما واكلين حتى شي حاجه سبقوها هي الاولى. الاسبيرولين البنات ممكن تاخذوا حتى الجات ممكن تاخذوهم. انا يعني تجربتي انا كناخذ وحده في الصباح وحده في العشيه، يعني باش كنخلي يعني الجسم ديالي اسوربي هذيك 500 ملغ الاولى، ومن بعد كناخذ عاوتاني الثانيه. وكاينين الناس اللي كيوصلوا ياخذوا منهم حتى 4، يعني حتى 2000 ملغ، 2 غرامات كياخذوا. يعني انا كناخذ غير 1000 غرام، يعني 2 ديال الحبات مفيدين جدا. هذه خذوها كما قلت لكم قبل الفطور ديالكم. عندنا هذه كتاخذ حتى هي في الصباح، ممكن تاخذوها في الفطور ملي كتكونوا كتفطروا، او حتى هي قبل الفطور ولا ماشي مشكل. المهم وقت ما خديتوها مهم في الصباح، حيت كتعطي طاقه وكتنشط حتى هي الجسم ديالكم. بالنسبه لفيتامين سي، الوغ هي كتخاد في الصباح، يعني حتى هي كتعطي الطاقه. مي انا اش كندير البنات، انا هذه كناخذها ورا الغداء، يعني كنزيد واحد شويه الطاقه. من الناس اللي غادي يمشيو ان شاء الله للحج كيفيقوا بكري، كيمشيو يعني كيمشيو يصليو الفجر ديالهم. من الاحسن مني تفيقوا خذوا لكم هذه قبل ما تفطروا، ومني تصليو مثلا الفجر ديالكم وهذا تبغيو تفطروا خذوا هذا العرف الاسد. ومني تغداو يعني دوزوا النهار ديالكم، تصليو الظهر ديالكم وهذا تاخذوا فيتامين سي. هاد اسيرولا كتزيد تعطيكم طاقه، كتزيد تجدد لكم الطاقه ديالكم. وقبل النعاس البنات تاخذوا فطر الريشي حيت كيريح الاعصاب، كيهدن باش تنعسوا
ان شاء الله يعني تفيقوا مزيانين، يكون عندكم نوم جيد، حيت الناس اللي غادي يمشيو الحج ضروري تيكون نوم قليل، يعني نحسنوا من لا كاليتي ديالو، نحسنوا من الكواليتي ديال داك النوم، ديال غنعسوا مثلا 2-3 ديال السوايع يكونوا مريحين. يعني خذوا هذا الفطر ريشي قبل ما تنعسوا باش يساعدكم تنعسوا واحد النوم عميق وتفيقوا ان شاء الله في صحه جيده. الو بغيت نعطي واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي مقبلين ان شاء الله على الحج، او الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو وما غاديين للعمره. الماء البنات، الماء كنبقى نقول البنات سمحوا لي، ولكن راني مولفه المهم الاخوان سمحوا لي، حيت كانوا شي تعاليق كيقولوا لي علاش كتقولي غير البنات، يعني راه الفيديوهات كيتفرجوا فيهم رجال وعيالات. كنصحكم الماء ما تنساوش الماء، شربوا الماء تماك ما شاء الله كاين ماء زمزم، ما تشربوا حتى شي ماء اخر، شربوا غير الماء ديال زمزم. حاولوا انكم ديروا الواقي الشمس ديالكم حيت كاينه الحراره، ضروري من واقي الشمس. حاولوا الماكله ديالكم تكون خفيفه، ما تقلوش في الماكله، وكما قلت لكم سبيرولينا غادي تعاونكم باش ما تحسوش، سمحوا لي، ما تحسوش بالجوع وتعطيكم طاقه. وحاولوا ان الماكله ديالكم تكون خفيفه ومتوازنه. النوم كما قلت نعسوا مزيان البنات، نعسوا مزيان، يعني حاولوا انكم كما قلت يكون نوم قليل، على الاقل دوك السوايع اللي غادي تنعسوا مرتاحين. حيدوا عليكم التليفونات، حيدوا عليكم، نساو اشنو خليتو في البلدان ديالكم، وركزوا غير في دوك المناسك ديالكم، في داك الوقت اللي غادي تدوزوا في داك البلد المبارك. نساو عليكم التليفونات، نساو عليكم العائلات اللي خليتو وراكم صافي، يعني نساو وتكونسونطراو غير مع المناسك ديالكم، وحاولوا انكم يعني تستافدوا لو ماكسيموم في داك الوقت اللي نتوما تماك. والله راه واحد الطاقه ايجابيه كاينه ما شاء الله، الله يكتبها لينا وليكم ان شاء الله يا ربي. واحد النصيحه صغيره غادي نقدر نعطيها لكم، واخا انا يعني الا بغيتوا البنات ندير لكم حتى الحقيبه ديال العمره او الحج، كتبوها لي نعطيكم فكره شنو ديروا. حاجه صغيره اللي نقدر نقول لكم، كثروا من التقاشر كثروا من التقاشر سيرتو النساء كيتوسخوا دغيا كيتوسخوا. المهم الا بغيتوا فيديو ديال الحقيبه ديال الحج او ديال العمره كتبوها لي. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل ان شاء الله. ما تنسونيش البنات من لي لايك وبالبارطاج، بارطاجيو مع الناس اللي عارفينهم مقبلين على الحج او العمره، الله يديهم على خير يا ربي. الناس اللي عندهم كيشربوا شي دواء يعني باستمرار، او استشروا مع الطبيب ديالكم. نضرب لكم موعد الى فيديو مقبل ان شاء الله، ومع السلامه، في امان الله.